لنرين محمد بن نايف وأمثال محمد بن نايف وأذناب محمد بن نايف شيء ما كان يتوقعه. والله أننا سنأتيكم بالذبح، والله أن الله مكننا في الشام وفي العراق. أقسم بالله أن أبناءكم في الدولة الإسلامية في العراق والشام والله أنهم يقاتلون وأعلنهم على جزيرة العرب، فنسأل الله جل وعلا أن يمكننا من رقابكم عاجلا غير آجل، والحمد لله رب العالمين. قامت الدولة السعودية وبعض الدول الإسلامية بمشاركة القوات الأجنبية بضرب أوكار الخوارج داعش. وقد تساءل البعض عن حكم هذا العمل، وبعض الخوارج تحدثوا وقالوا إن ذلك من موالاة الكفار كعادتهم في نشر الشبهات. ولبيان هذه القضية ونظرا لأهميتها من الناحية السياسية والشرعية لا بد أن نوضح الأمور التالية. أولا، أن الفئة المستهدفة في هذه الحرب هم خوارج العصر داعش ومن ناصرهم. ثانيا، أن الدولة السعودية وغيرها من الدول الإسلامية لم تشارك في الحرب خارج حدودها ضد تنظيم القاعدة داعش إلا بعد أن نشرت الكثير من إصداراتها والتي تهدد الشعب السعودي بالاغتيالات والتفجيرات. وقد طال ذلك القضاة ورجال الأمن والعلماء وولاة الأمر ومقدرات الدولة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذي يعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بأن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا في الأرض فسادا من هؤلاء. ثالثا، أن العلماء قد أجازوا الاستعانة بالكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وما حصل من قبل الدولة السعودية والإمارات وغيرهما موافق للأصول الشرعية التي دلت عليها الأدلة. وإليكم الفتاوى باختصار شديد. قال الإمام ابن باز رحمه الله تحت عنوان: الغزو العراقي جريمة عظيمة، من موقعه الرسمي: أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه، وكان صفوان كافرا ذلك الوقت في قتاله لثقيف يوم حنين. وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله لكفار قريش يوم الفتح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا. والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم. إلى أن قال: وهكذا من يعتدي علينا ولو كان مسلما أو ينتسب إلى الإسلام، فإذا خشي المسلمون عدوانه جاز لهم أيضا أن يستعينوا بمن يستطيعون الاستعانة به لصد عدوان الكافر ولصد عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعن حرماتهم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فإن العلماء لما رأوا ما حصل للكويت قالوا إن هذا الذي حصل للكويت يخشى أن يحصل مثله على السعودية، فالضرر الحاصل به أعظم من الضرر الحاصل بالاستعانة بالكفار. إلى أن قال: وليس هذا من باب الاستعانة التي تكلم عليها أهل العلم. انتهى. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس به، بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم وأن لا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيهم. وقد سئل العلامة صالح الفوزان
عن هذه يوجد المسألة. من بعض طلبة العلم اليوم من يقولون أن الاستعانة بالمشركين تعتبر من موالاتهم، وأن ذلك كفر لأن الاستعانة بالكافر تعتبر كفر. فهذه المسألة هل تعتبر من المسائل الاجتهادية أم هي من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء؟ نرجو التوضيح. هذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول. ليس الاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة من الموالاة، هذا من التعامل معهم، مثل ما نشري منهم السلاح ومثل ما نشري منهم البضائع والمنتوجات، هذا من تبادل المصالح وليس هو من الموالاة. الموالاة هي المحبة، فنحن نستعين بهم وإن كنا لا نحبهم من أجل الضرورة فقط ومن أجل مصلحتهم هم، لأنهم يأخذون منا مقابل، هم بيساعدوننا مجاني، يأخذون منا مقابل، فهذا من التعامل يا أخي وليس من الموالاة. وعلى المسلم أنه يتقي الله ولا يقول بغير علم ولا يفتي بغير علم ولا يخالف أهل العلم، وليس هذا من الاجتهاد، هذا فيها أدلة، ما دام فيها أدلة فهذا منصوص عليه، ليس هو من الاجتهاد الذي هو الاستنباط فقط، إنما هو قول بدليل كما ذكرنا لكم. لكن كما ذكرت على الجاهل أن يسكت، لا سيما في هذه الأمور المهمة، ولا يدخل فيها بتخرص أو بجهل ويحكم بالكفر. رأيتم أنه حكم بالكفر والعياذ بالله، وهذا يرجع عليه هو، الخطر عليه هو. فلا يجوز للإنسان يتخرص في هذه المسائل ويقول على الله بغير علم ويتهم العلماء. وقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد عن هذه المسألة. بالكفار في القتال، يعني هذا الحديث يدل على أن هذا يقع في المستقبل، وأما الاستعانة بالكفار يعني لم يكن هناك حاجة إليهم فإنه لا يستعان بهم، وإنما يكون الأمر يعني خاصا بالمسلمين، وإذا احتاج إلى الاستعانة لحصول ضرر عظيم وأنه لا يندفع إلا يعني الاستعانة بغيرهم يعني بغير المسلمين ممن يحصل به ردع يعني هذا العدوان أو هذا الظلم، فإن ذلك لا بأس به. وهذا مثل ما هو معلوم، لو أن إنسانا يعني كان في بيته وله جار يهودي أو نصراني ثم هجم عليه أناس من اللصوص يعني يريدون أن يبطشوا به ويبحثوا بأهله ويسلبوا ماله، يعني هل له أن يطلب من جاره أنه يساعده؟ نعم يساعده، لا بأس به. وبعد عرض ما تقدم من تهديد تنظيم داعش وفتاوى كبار العلماء في هذه المسألة، فإنه يتضح لنا الآتي: أولا، أن تنظيم دولة العراق والشام داعش منذ نشأته وهو يهدد الدولة السعودية. ثانيا، أن الدولة السعودية شاركت مع القوات الأجنبية لأجل مصلحة التخلص ممن شوه صورة الإسلام وحفاظا على أراضيها ممن ينوي القيام بالتفجيرات والاغتيالات في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة. ثالثا، أن الاستعانة بالكفار لصد عدوان الظالم وإن كان مسلما أجازها العلماء كما مر بنا سابقا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.